التوبيك بتاعنا النهارده هو الفيكتورز وال3 دي جيومتري عموما. توبيك لذيذ وبسيط، ولكن الرولز بتاعته كتيرة شوية، وده اللي بيخليه شوية ممكن يلخبط بعض الناس. طيب عشان ما اطولش عليكم تعالوا ندخل في الموضوع على طول. احنا السمري بتاعنا بيتكون من نفس كل السمريز بتاعتنا. ريفيجن سريع كده على التوبيك ده. يعني الكلام على ايه من الاخر. وتاني حاجة هناخد شوية اكزامبلز سريعة بس نحاول نفتكر بيها الرولز. وقبل ما ناخد اكزامبلز الرولز عندنا الرول بورد. الرول بورد اللي انا مجمع لك فيها كل الرولز اللي انت محتاجها عشان تحل كل مسائل الفيكتورز وال3 دي جيومتري. رولز بسيطة وسهلة، بس مع فترة الامتحانات الطويلة عايزين نسترجعها بسرعة مع بعض. واخر جزء عندنا اللي اتعودتوا عليه من صديق الطلبة، وهو سبوت ذا ميستيك. سبوت ذا ميستيك ده البارت اللي انا بدربك فيه انك ازاي تراجع في الامتحان وازاي تطلع الغلطات بتاعتك، وايه اشهر الغلطات اللي انت كستودنت ممكن تقع فيها. تعالوا ندخل في الموضوع على طول. احنا عارفين دلوقتي ان الامتحان فيه اسئله بدرجه، اسئله بدرجتين، وفي الاسي في الاخر برضو بدرجتين. يفضل انك تاخد حوالي دقيقه ونص في السؤال اللي بدرجه، حوالي دقيقتين ونص في اللي بدرجتين، عشان ممكن يبقى فيه كذا ستيب. والاسي حوالي 4 دقايق 5 دقايق حاجه كده. حاول ما تطولش عن كده، ولو اتاخرت في اي سؤال عن الوقت ده حسيت انك لسه هتطول كمان، سيبه للاخر وارجع له بعد ما تخلص الامتحان عشان الوقت ما يتسرقش منك. طيب ايه البيج بيكتشر بتاعت التوبيك ده؟ الفيكتورز وال3 دي جيومتري عباره عن شويه فيكتورز بنقعد نعمل لهم برودكت مع بعض. عندنا حاجه اسمها لاينز او الايكويشن اوف لاينز، وعندنا بلينز. حلو. عندنا اذا تعرف انت بلين، والبلين ده بيديفاين ازاي والايكويشن بتاعته، الانجلز ما بين الحاجات دي وبعضها اللاين والبلين واللاين واللاين والبلين والبلين وهكذا. وشويه ابلكيشنز على الفيكتورز مالتيبليكيشن او الفيكتورز برودكت، زي مثلا انك تجيب الفوليوم بتاع البارallel بايبت. وهنتكلم عن الكلام ده قدام دلوقتي. تمام. طيب يلا بينا. ميموري ريفريش سريعه. الفيكتورز عموما ايه لازمتها بقى؟ يعني احنا ليه بندرس حاجه اسمها فيكتورز؟ من الاخر الفيكتورز لازمتها انك بالذات في ال3 دي، يعني في ال2 دي يمكن هي طبعا مهمه جدا، ولكن في ال2 دي انت تقدر ترسم بكل سهوله. عندك بلين اهو، تقدر ترسم فيكتور هنا وبعدين تطلع منه فيكتور هنا، وتقدر في مسائل كتير قوي تقدر تحلها جرافيكال، مش محتاج تابلاي الرولز والبرودكتس والكلام اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا هم مهمين في حاجات تانية، ولكن عموما تقدر تحلها جرافيكالي لان انت عندك ورقه. لكن الحاجات ال3 دي صعب بتحلها على ورقه 2 دي، وعشان كده زي ما احنا شايفين مثلا عندي هنا اكس واي زد، وعندي فيكتور اهو. الفيكتور ده انت دلوقتي مش قادر تشوفه كويس قوي لولا ان انا عامل لك بروجيكشن هنا وبروجيكشن هنا وبروجيكشن هنا. حلو. ولكن لما تبقى بقى عندك فيكتورز كتير تلاقي الدنيا اتعقدت. فده من الاخر لازمه الفيكتورز والاوبريشنز اللي احنا بنعملها على الفيكتورز، عشان تقدر تتعامل معاهم او مع الحاجات في ال3 دي من غير ما تضطر انك تقعد ترسم. تمام. طيب كل فيكتور ليه 3 مركبات او 3 كومبوننتس. حلو. ده كل فيكتور في الفراغ عشان نبقى برضو ايه واضحين. في عموما فيكتورز بيبقى ليها كومبوننتس اكتر من كده، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على الفيكتورز اللي في السبيس، اللي في ال3 دي سبيس بتاعنا. حلو. ليها 3 كومبوننتس طبعا، في الاكس وفي الواي وفي الزي، كلنا عارفينهم. والاوبريشنز او العمليات اللي بتعمل عليهم بنعملها على الكومبوننتس دي. يعني انت ما بتاخدش الفيكتور على بعضه، لا انت بتاخد كل كومبوننت منه وبتعمل الاوبريشنز دي على الكومبوننتس، مش بتعملها على الفيكتور ككل مره واحده. طيب ايه الاوبريشنز دي؟ عندنا الدوت برودكت. من الاخر لو عندي فيكتور A دوت فيكتور B ده اسمه دوت برودكت، عشان كده بنحط علامه الدوت عنده. الدوت برودكت ده بيطلع لي سكيلر مش فيكتور، بيطلع لي سكيلر يعني رقم. الفيكتور عندي زي ما قلنا هو فيكتور في الفراغ، فليه 3 كومبوننتس. السكيلر هو يعتبر كومبوننت واحد لو عايز تعتبرها كده. حلو قوي. طيب الدوت برودكتس ده عاده هنشوف في الرولز دلوقتي اتس يوزد فور انجلز، لو عايز تتشيك perpendicularity يعني التو فيكتورز perpendicular على بعض ولا لا. projections لو انت عندك فيكتور باصص في اتجاه وانت عايز تشوف البروجيكشن بتاعه في اتجاه فيكتور تاني. حلو. تشوف البروجيكشن بتاعه اللي هو هيبقى ده يعني. حلو. طيب هنشوف الكلام ده قدام برضو. طيب الكروس برودكت. كروس برودكت بقى بيختلف عن الدوت برودكت. ليه؟ لان هو بيديك فيكتور.
حلو، دي حاجه من الحاجات. طبعا الطريقه اللي بتحسبوا بيها مختلفه وهنشوفها قدام، ولكن نظره عامه الكروس برودكت بيديك فيكتور. ده بنستعمله لو عايزين نطلع اريا، وهنشوف الاريا بتاعت ايه. عايزين نطلع نورمالز يعني لو انت عايز فيكتور نورمال على فيكتورز معينه، هتجيبه ازاي؟ هتجيبه من الكروس برودكت. لو عايز تحسب فوليوم، حلو، فده الحاجات اللي الكروس برودكت بيستخدم فيها. الاريا والفوليوم بنستعمل الكروس برودكت، لكن الانجلز والبربنديكولاريتي والبروجكشنز بنستعمل الدوت برودكت. طيب في حاجه بقى، ده يعتبر ابلكيشن على ميكس كده ما بين الدوت برودكت والكروس برودكت، اللي هو اسمه سكيلر تريبل برودكت. سكيلر تريبل برودكت يعني انت بتاخد تو فيكتورز تعمل لهم كروس برودكت، زي مثلا بي كروس سي، وتعمل لهم دوت برودكت في الاخر مع ايه، وده في الاخر بيديك سكيلر. ليه؟ لان ده كروس برودكت هيديك فيكتور، وفيكتور دوت فيكتور يطلع لك سكيلر. تمام. وده بنستعمله ان احنا نحسب الفوليوم بتاع الباراليل بايب، وهنشوف الكلام ده قدام. طيب حاجه مهمه سريعه نفتكرها، الدوت برودكت بيطلع لي رقم، الكروس برودكت بيطلع لي فيكتور. لو جيت تعمل دوت برودكت طلعت فيكتور يبقى انت في حاجه غلط، والعكس. تمام. حاجه كمان بقى فيتشر مهمه، الكروس برودكت ده بيطلع لك فيكتور، بس مش فيكتور عشوائي، لا ده بيطلع لك فيكتور عمودي او بيربنديكولار على التو فيكتورز اللي انت عملت لهم كروس برودكت. يعني لو عندي فيكتور بي كروس سي، دول تو فيكتورز، هيطلع لي مثلا فيكتور اكس، بلاش اكس عشان بنستخدمها في الفيكتور ام. حلو، فيكتور ام ده بيربنديكولار على بي، وام بيربنديكولار على سي. ده من باي ديفينيشن كده كروس برودكت بيطلع الفيكتور اللي طالع منه بيبقى بيربنديكولار على التو فيكتورز الاولانيين. حلو. طيب تعالوا نخش على الرول بورد. الرول بورد بتاعتنا الجميله زي ما احنا كلنا متعودين، الرول بورد هنا بكل بساطه فيها الرولز المشهوره اللي هتستخدمها في كل المسائل او معظم المسائل. هتلاقي في بعض الرولز اللي الطلبه بتقع منها او بتنساها، وهتلاقي ان دول اللي عامل لك عليهم علامه فل. لكن عموما كل الرولز مهمه، واللي عليهم باس دول اهم من اللي مكتوب عليهم فل، لان دول اللي بيستخدموا في كل المسائل. تمام. تعالوا نبص بقى على الرولز بتاعتنا بسرعه. كلنا عارفين الماجنتيود بتاعنا هو روت الكومبوننتس، كل كومبوننت سكويرد نعمل لهم سم مع بعض وبعدين نحطهم تحت سكوير روت كبير. حلو قوي. طب عايز اد تو فيكتورز، حلو قوي، هاخد الكومبوننت الاولاني اللي هو A1 مع B1، هاخد الكومبوننت الثاني A2 مع B2، هاخد الكومبوننت الثالث A3 مع B3. يبقى الاول من A مع الاول من B، والتاني من A مع التاني من B، والتالت من A مع التالت من B. حلو. طب لو عايز اعمل سكيلر مالتيبليكيشن، يعني ايه سكيلر مالتيبليكيشن؟ سكيلر مالتيبليكيشن يعني عندي فيكتور A مثلا، خلي بالكوا A ده مثلا بيساوي A1 A2 A3. حلو. طيب عايز اعمل له سكيلر مالتيبليكيشن، بكل بساطه هضرب كل الكومبوننتس بتاعته في نفس السكيلر، فهيطلع معايا المنظر ده KA1 مع KA2 مع KA3. طيب في حاجه بقى اسمها دايركشن كوزاينز. دايركشن كوزاينز، طب ايه الدايركشن كوزاينز دي؟ الدايركشن كوزاينز دي من الاخر انه انت عندك فيكتور في 3 دي، يعني تعالوا نرسم كده 3 دي بلين سريع عشان بس نتخيلها. لو انا عندي فيكتور، هنا، حلو، انا عايز اشوف الانجل ما بين مع الانجل اللي ما بين الفيكتور ده والاكس اكسس مثلا، والانجل مع الزد اكسس، والانجل اللي مع الواي اكسس. حلو. فالانجلز دي، حلو، هي طبعا هنا رسمتها صعبه شويه، ولكن من الاخر هي الانجل ما بين الفيكتور بتاعي والثري مين اكسيس بتوعي اللي هم الاكس والواي والزي. طيب سنس ان انا عندي الكومبوننت الاولاني A1 باي ستاندرد كده او ديفينيشن، واحنا متفقين في المنهج بتاعنا انه الكومبوننت الاول هو الاكس. حلو. طيب يبقى انا عايز الانجل بتاعته مع اكس اكسس، هابلاي الرول دي، واسم الانجل احنا سميناها برضو ككونفنشن اسمها الفا. ده مسمى طبعا، سميها زي ما تسميها، بس يفضل انك تسميها الفا زي ما كلنا شغالين بيها. طيب كوزاين الانجل دي بيساوي A1 الكومبوننت الاولاني، خلي بالك ده سكيلر، A1 ده سكيلر، على ماجنتيود الاي، ماجنتيود الاي اللي هو جاي من روت A1 سكويرد و A2 سكويرد و A3 سكويرد. حلو. طيب ده
الانجل مع الاكس اكسس مع الواي اكسس نفس الكلام، بس هحط هنا الكومبوننت التاني اللي هو A2، وهنا هحط الكومبوننت التالت الفا بيتا جاما. حلو كده، انت طلعت الثري انجلز. يعني انت لو عايز تجيب الانجل ما بين الفيكتور بتاعك والثري اكسيز هتابلاي الرول دي. حلو قوي. طيب عشان ما نلخبطش الدنيا، في ايدنتيتي بقى مشهوره جدا ان الثري دايركشن انجلز دول لو انت عملت كوزاين سكويرد الفا كوزاين سكويرد بيتا كوزاين سكويرد جاما وجمعتهم مع بعض هيطلع لك 1. مش عايز هي اثباتها سهله قوي على فكره، يعني خد الرولز اللي عندك هنا دي واعمل لها سكوير وجمعهم هيطلع لك الريزلت 1. فهي مش محتاجه يعني، ولكن قلت يعني مش محتاج اثباتها، مش صعب، ولكن قلت اقول لك بيجي منين يعني. حلو قوي. طيب نخش بقى على الايدنتيتي دي. على فكره قبل ما ندخل على الجزء اللي بعده بتستخدم في حل مسائل كتير، يعني في مسائل كتير قوي لو جايب لك سيره الدايركشن انجلز الايدنتيتي دي تبقى مهمه معاك وتفتكرها، ممكن تنفعك. طيب نخش على البرودكتس. حلو، عندنا الدوت برودكت، عندنا الكروس برودكت. الدوت برودكت زي ما اتكلمنا عنه A دوت B، بعمل ايه؟ باخد الكومبوننت الاولاني في A بضربه في الكومبوننت الاولاني في B. حلو، والكومبوننت التاني في A مع الكومبوننت التاني في B، والتالت في A مع التالت في B، واجمعهم مع بعض يطلع لي زي ما قلنا سكيلر. طيب هل دي الطريقه الوحيده؟ هقول لك لا. افرض انت مش معاك الكومبوننتس، مش معاك A1 و A2 و A3 و B1 و B2 و B3، بس انت معاك مثلا الماجنتيودز بتاعت الفيكتورز دي ومعاك الانجل ما بينهم، سيتا دي انجل بتوين التو فيكتورز. طيب لو انت معاك الكلام ده بكل بساطه تابلاي الرول دي يطلع لك الدوت برودكت، يطلع لك نفس الريزلت ويطلع سكيلر برضو. حلو. فخلي بالك السكيلر ده ممكن يبقى بوزيتيف او نيجاتيف، مفيش مشكله. فهنا دي طريقتين بتابلاي فيهم الدوت برودكت على حسب الجيفنز بتاعتك في المساله. طيب في فيتشر مهمه قوي بقى في الدوت برودكت، ايه هي؟ ان انت لو عندك تو فيكتورز بيربنديكولار على بعض زي A و B هنا، لو جيت تعمل لهم دوت برودكت الريزلت بتاعتك هتطلع بصفر. والعكس، لو انت عايز تثبت ان A و B بيربنديكولار اعمل لهم دوت برودكت طلع معاك بصفر، اذا A perpendicular على B. زي ما انت شايفين انا عامل لك سهم رايح جاي، يعني انت معاك ال A دوت B بزيرو يبقى تستنتج ان A perpendicular على B. طب A perpendicular على B تستنتج منها ان A دوت B بزيرو. طيب حلو قوي. كروس برودكت، كروس برودكت بابلاي الديترميننت. حلو، الديترميننتس خدناها I J K، برص الكومبوننتس بتاعت A الاول، والترتيب هنا مهم جدا. ال A هنا هي A كروس B يبقى تحط A الاول وبي التاني. تمام. طيب ولما باجي افك الديترمينانت كلنا عارفين انا بفكه من اول رو اي جي كي، وانت ممكن تفكه من اي رو عادي على فكره، بس خليك في اول رو عشان لو فكيته باي طريقه تانية ممكن تتلخبط. طيب الاي هنا الساين بتاعتها بوزيتيف، الجي بنيجاتيف، الكي ببوزيتيف، ما ننساش برضو النقطه دي، وما ننساش النيجاتيف بتاعت الجي. طيب الماجنتيود، لو انا عايز اجيب ماجنتيود A كروس B، بس انا مش مهتم اعرف الفيكتور نفسه، انا عايز اعرف الماجنتيود بتاعه كام. حلو، الماجنتيود ده برضو بيطلع سكيلر طبعا. طيب لو انا مش عايز اطلع زي ما قلت مش عايز اطلع الفيكتور كامل، لو انا عايز اعمل A كروس B بس انا مش عايز اطلع الفيكتور كامل، انا معايا A و B بس بدل ما اعمل ديترمينانت وكده انا عايز الماجنتيود بس، فهعمل ايه؟ هاخد ماجنتيود A واضربه في ماجنتيود B واضربه في ساين الانجل اللي ما بينهم، نفس الثيتا، الثيتا اللي هي الانجل اللي ما بين التو فيكتورز. حلو، وطبعا ده برضو الماجنتيود ده على فكره دايما بيطلع لك فاليو بوزيتيف لو انت معوض يعني بالانجل صح، دايما هيطلع لك فاليو بوزيتيف الماجنتيود بتاع الكروس برودكت، لكن الدوت برودكت ممكن يطلع لك بوزيتيف وممكن يطلع لك نيجاتيف. طيب حلو قوي. لو انت عندك اتنين لاينز باراليل، احنا خدنا بيربنديكولار الدوت برودكت بتاعهم بزيرو، طب لو باراليل الكروس برودكت بتاعهم بالزيرو فيكتور، الكروس برودكت بالزيرو فيكتور. حلو، يعني انت لما تيجي تفك الديترمينانت ده، لما تيجي تفك الديترمينانت ده هيطلع معاك بزيرو في الاي وزيرو في الجي وزيرو في الكي. تمام، يبقى انت كده اتاكدت ان التو لاينز دول باراليل. لو طلع لك الزيرو ده يبقى انت كده عملت كروس برودكت الاثنين لاينز باراليل. طب طلع لك
طلع لك فاليو تانية بوزيتيف نيجاتيف اي حاجه تانية، يبقى دول مش بارالل. والعكس لو انت عندك بارالل يبقى تقدر تستنتج ان هي هتطلع بزيرو. حلو، نفس الفكره، سهمين رايح جاي، لو عندك دي يبقى دي تتحقق، لو عندك دي تبقى دي تتحقق. طيب حلو قوي، نخش بقى على شويه ابلكيشنز بسيطه اللي هي الاريا اوف تراينجل. انهي تراينجل بقى؟ طيب عشان ما نكونش بنقول رول وخلاص. حلو، لو انت عندك فيكتور A هنا كده وعندك فيكتور B هنا كده. حلو، وده وبتحصل كتير وفي اسئله كتير جت على البوينت دي. بيقول لك هات لي الاريا بتاعه التراينجل. الاريا بتاعه التراينجل هنا، التراينجل من الاخر هو عايز يقول لك ايه؟ لو انت قفلت التراينجل ده كده، انا عايز الاريا دي بكام؟ بكل بساطه الكروس برودكت بيسهل لك الموضوع ده. ليه؟ لان انت الاريا بتبقى بتاعت التراينجل هاف، ما تنساش الهاف مهمه جدا. الهاف الاي كروس بي بس بكل بساطه. وخلي بالك مش الاي كروس بي، الماجنتيود بتاع اي كروس بي، الماجنتيود بتاع اي كروس بي مش اي كروس بي نفسها، لان اي كروس بي هتطلع لك فيكتور، لو انت ضربت الفيكتور في هاف هيطلع لك فيكتور. طب الاريا ايه؟ يعني ايه الاريا فيكتور؟ لا، يبقى الاريا هي عموما يعني هتعرفوا بعدين ممكن في الكليه ان شاء الله تدخلوا وتشوفوا الموضوع ده، ان الاريا على فكره بتبقى فيكتور احيانا، ولكن مش قصتنا دلوقتي. احنا هنا الاريا عندنا سكيلر عادي، فلازم يطلع لك رقم، فالرقم ده بيبقى هاف A كروس B اللي هو الماجنتيود او الماجنتيود بتاع A كروس B. طيب حلو جدا، نخش على السكيلر بروجيكشن. طيب في حاجه مهمه عايز اقولها، الاي كروس بي الماجنتيود ده انا ممكن اعمله ان انا ابلاي كروس برودكت بالديترمينانت عادي، وبعدين اجيب الماجنتيود ان هيطلع لي فيكتور، اجيب الماجنتيود بتاعه ممكن، وممكن ابلاي الرول دي على طول اللي هي A في B في ساين ثيتا على حسب الجيفنز بتاعتي، وعلى حسب انا حابب امشي ازاي. طيب سكيلر بروجيكشن، ايه السكيلر بروجيكشن وايه الفرق ما بينه وبين الفيكتور بروجيكشن؟ على فكره هي بس الفرق ان انت في السكيلر بروجيكشن انت عايز تطلع رقم، الرقم ده بيريبريزنت ايه؟ تعالوا نبص مع بعض. لو انا عندي فيكتور برضو نفس الكلام B نايم كده وفيكتور A كده، حلو، وانا عايز اجيب البروجيكشن بتاع A، البروجيكشن بتاع A على B، يعني عايز اجيب الحته دي بكام؟ ده السكيلر بروجيكشن. من الاخر بيقول لك هو الفيكتور A في قد ايه منه نايم على فيكتور B. حلو، قد ايه منه نايم على فيكتور B. طيب دي من ناحيه، ده السكيلر بروجيكشن. بجيبها ازاي؟ بعمل A دوت B، وزي ما قلنا الدوت برودكت بيستعمل دايما في البروجيكشنز، اي بروجيكشن عايز تعمله استعمل الدوت برودكت على طول. اريا او فوليوم كروس برودكت، او الفوليوم هيبقى ميكس يعني هتبقى كروس ودوت في نفس الوقت، بس هنجيلها دلوقتي. طيب وهنا بسميها كومبوننت بتاع A في دايركشن B. تمام، اسمها كومبوننت فيكتور A على فيكتور B. بعمل ايه؟ بعمل A دوت B، حلو، الدوت برودكت على ماجنتيود فيكتور B. وما تلخبطش هنا، انا بقسم على ماجنتيود فيكتور B، الفيكتور اللي انا بجيب الكومبوننت بالنسبه له او الكومبوننت في اتجاهه. حلو، طيب يبقى هنا خلي بالك هنا B تحت زي ما انت شايف، انا هنا حاطط B تحت وهنا B تحت، نفس الكلام B تحت وB تحت، هنخش في الفيكتور بس هي نفس الفكره. تمام، فما تحطش تحت فيكتور A عشان دي برضو ممكن تتلخبط، هو انا هقسم على ايه؟ لا، بتقسم على ماجنتيود فيكتور B او الفيكتور اللي انت بتجيب البروجيكشن عليه. طيب الفيكتور بروجيكشن بالظبط عشان ما تحفظش رولز كتير، هي نفس الرول بتاعه الكومبوننت بروجيكشن او سكيلر بروجيكشن، ولكن الزياده عليها انك بتضرب في فيكتور B على ماجنتيود B تاني. حلو، يبقى من الاخر انت ايه، وخلي بالك برضه عشان تبقى فاهم معنى الضرب ده. ثانيه واحده نكتبها كده بشكل لذيذ. ماشي، طلع بنفس الطريقه مفيش اي اختلاف. حلو قوي. طيب انا هنا ايه اللي عملته؟ انا هنا ضربت في بي فيكتور على ماجنتيود البي. على فكره ده معناه ايه؟ لو انت عندك اي فيكتور جبته
وجبت الماجنتيود بتاعه وبعدين جبت الفيكتور قسمته على الماجنتيود بتاعه، انت كده بتطلع حاجه اسمها يونت فيكتور في دايركشن الفيكتور الاصلي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتطلع فيكتور الماجنتيود بتاعه 1 في الدايركشن بتاع الفيكتور اللي انت اصلا بتعمل عليه القصه دي، اللي هو مثلا هنا فيكتور بي. حلو، يعني انت عندك فيكتور بي مثلا بي 1 2 3. تمام، جيت انت عملت كده، جبت فيكتور بي وقسمته على ماجنتيود فيكتور بي. طيب ماجنتيود فيكتور بي ده هيطلع معاك 1 سكويرد و2 سكويرد ب 4 و3 سكويرد ب 9، يطلع معاك بروت 14. حلو، هيطلع معاك ده فيكتور 1 اوفر روت 14 في 1 في 1 2 3 برضو. تمام، لو جيت تجيب ماجنتيود الفيكتور ده هيطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 1. ليه؟ لانك هتعمل روت 1 اوفر روت 14 سكويرد و2 اوفر روت 14 سكويرد وهكذا. هيطلع معاك 1 اوفر 14 بلس 4 اوفر 14، هنبقى بنلف حوالين نفسنا يعني 9 اوفر 14. اجمع كده 9 و4 13 و1 14، 14 اوفر 14 ب 1، الروت بتاعه ب 1. يبقى انت كده طلعت فيكتور الماجنتيود بتاعه ب 1 ولكن الدايركشن بتاعه هو نفس دايركشن البي الاصلي. حلو كده؟ طيب مش عايزين بقى نضيع وقت في النقطه دي اكتر من كده، بس انا قلت اشرح لك هو يعني ايه تجيب فيكتور وتقسمه على الماجنتيود بتاعه. طيب حلو قوي، انا عملت كده هنا في السكيلر بروجيكشن. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا جبت نفس السكيلر فاليو، انا شفت فيكتور A البروجيكشن بتاعه على فيكتور B بقد ايه كرقم، ورحت جايب الرقم ده ورحت ضربه في يونت فيكتور في اتجاه فيكتور B. يبقى انا كده طلعت الفيكتور بروجيكشن بتاع A في اتجاه B بس في صورة فيكتور مش كفاليو او مش كسكيلر. طيب طبعا انت تحت انت عندك ماجنتيود بي وماجنتيود بي، فطلع ماجنتيود بي سكويرد، عشان كده جت البي سكويرد، والبي هنا نزلت زي ما هي. تمام، ده الفيكتور بروجيكشن. ما ننساش البروجيكشن بنستعمل فيه الدوت برودكت. طيب خلصنا من القصه دي، خش على الجزء الجاي ده واللي هو عليه معظم المسائل بتاعتنا. نركز قوي بقى في الجزء ده. الايكويشن بتاعت اللاين عندنا 3 فورمز للايكويشن بتاعت اللاين. عندنا الفيكتور فورم اللي هي r فيكتور equal a plus td equal a plus td. طيب ايه ال r وال a وال t وال d والكلام ده؟ طيب ال a حلو دي بوينت على اللاين بتاعك، ال a دي بوينت على اللاين بتاعك، اي بوينت يا مستر، اي بوينت. طالما انت لو انت عارف بوينت واحده بتعدي على اللاين ده تقدر تحطها هنا. وطبعا دي فيكتورز، يعني انت هنا بتحط بالكومبوننت بتبقى A1 و A2 و A3. طيب ايه الدي ده الدايركشن بتاع الفيكتور، او سوري الدايركشن بتاع اللاين، او دايركشن فيكتور في اتجاه اللاين ده. من الاخر دايركشن فيكتور في اتجاه اللاين ده. طيب ايه الار وايه التي؟ حلو، الار والتي بكل بساطه، ما هو انت عندك دي ايكويشن اوف لاين، اللاين ده فيه بوينتس كتير. طب انت معاك دلوقتي بوينت، انت عرفت دلوقتي بوينت وعرفت دايركشن. طب ازاي اطلع بقيه البوينتس؟ سهله جدا، التي تشيلها وتحط رقم، تشيلها وتحط صفر مره، تشيلها وتحط 1، تشيلها وتحط 2، تشيلها وتحط نص، تشيلها وتحط 5، تشيلها وتحط اي حاجه، يطلع لك الار هناك دي البوينت الجديده اللي انت عايز تحسبها. حلو، يبقى الار دي البوينت اللي على اللاين اللي انت عايز تحسبها. حلو، فده ايكويشن اللاين الفيكتور فورم. طيب البارامتريك يعني من الاخر هي شويه فورم زياده، او من الاخر هي نفس الفورم، هي الفيكتور فورم بس انا فصصتها، جبت لك الاكس في ايكويشن والواي في ايكويشن والزد في ايكويشن، فبقيت عندك اكس دي الكوردينيت بتاع البوينت اللي انت عايز تحسبها على اللاين ده، دي الاكس الكوردينيت بتاع البوينت في الاكس كوردينيت بتاع البوينت اللي انت عايز تحسبها على اللاين ده. طيب A1 ده الاكس كوردينيت بتاع البوينت اللي انا كانت عندي من الاول على اللاين ده. طيب AD1 الاكس كوردينيت او الاكس دايركشن، خلينا نسميها المره دي الاكس دايركشن بتاع الفيكتور اللي الدايركشن بتاعه في اتجاه اللاين ده.
والتي زي ما قلنا دي اللي بنشيلها وبنعوض بيها، بنحط اي فاليو عشان نحسب الاكس بتاعتنا. طيب نفس الكلام في الواي، نفس الكلام في الزي. تمام، مش هعيد تاني. طيب الكارتيزيان فورم، والكارتيزيان دي بتيجي عليها مسائل برضو. حلو، دي اللي ممكن نقول يعني مختلفه شويه، مع ان هي على فكره تقدر تستنتجهم من بعض يعني ما فيهاش مشكله. الكارتيزيان بيقول لك ايه؟ x minus a1 y minus a2 z minus a3، وتحت بتحط الدي 1 والدي 2 والدي 3. طيب ايه الاي والدي؟ زي ما احنا عارفين ومتعودين، الاي هي بوينت على اللاين، الدي هي الفيكتور او الدايركشن فيكتور بتاع اللاين ده. تمام، حلو قوي. وخلي بالك من نقطه مهمه جدا جدا جدا، هنا بيقول لك ايه؟ x minus a1. طب لو قلت لك، وهنا y minus a2 وهنا z minus a3، لو قلت لك هات لي بوينت على اللاين، انت من غير ما تحسب او من غير ما تابلاي حاجه او من غير ما تابلاي تي، انت بكل بساطه خدها من هنا. ادي عندك a1 a2 a3 دي بوينت اوريدي على اللاين. بس خلي بالك انت بتاخد الفاليو اللي هنا بعكس اشارتها. بمعنى يعني انت عندك هنا مثلا x minus 1 على 1 equal y minus 2 على 1 equal z minus 3 على 1. بلاش كلها ماينس، خلينا نغير equal z plus 3 على 1. طيب كده انا الدايركشن فيكتور بتاعي ما فيهوش مشكله، 1 1 1 ده الديهات بتاعتي دي سهله ما فيهاش مشاكل. طيب لو عايز بوينت على اللاين سهله، هاخد يا مستر ادي ال1 وادي ال2 وادي ال3. اقول لك لا مش هتاخد ال3. ليه بقى؟ لان احنا زي ما قلنا بناخد عكس الاشاره، يعني انت عندك هنا نيجاتيف 1 تاخدها 1. سوري انا علمت على الدي. عندك نيجاتيف 1 تاخدها 1، عندك نيجاتيف 2 تاخدها 2، عندك بلس 3 تاخدها نيجاتيف 3. حلو، دي نقطه مهمه جدا. وانت بتطلع البوينت من الكارتيزيان فورم بتاعه الستريت لاين ايكويشن، تاخد البوينت وهتفرق جدا. او حتى وانت بتكونستراكت الايكويشن، او لو هو بيقول لك هات لي الايكويشن اوف ذا لاين بالكارتيزيان فورم. حلو، هتعمل ايه؟ هتعمل اكس ماينس وتشوف البوينت اللي عندك. يعني انت عندك بوينت 1 تعمل اكس ماينس 1، عندك بوينت 2 هي واي ماينس 2، عندك بوينت 3 نيجاتيف 3 تبقى زد بلس 3. حلو، فنفس الكلام العكس. طيب هنشوف الكلام ده دلوقتي في المسائل اللي جايه، ولكن حبيت انوه للبوينت دي عشان ناس كتير بتغلط فيها. طيب نخش بقى على equations البلين. في البلين ليه تو فورمز، الكارتيزيان فورم والفيكتور فورم. طيب ايه الكلام ده؟ الكارتيزيان فورم بكل بساطه اسهل حتى من البلين، بيقول لك ax plus by plus cz equal d. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الايهات وايه الاكسات وايه الدي ده؟ طيب الاي بي سي ده اللي انت شايفهم هنا، دول خلينا نقول بيعملوا كونستراكشن او بيكونستراكتوا النورمال فيكتور. زي ما احنا عارفين البلين، اي بلين عندنا بيديفاين بالنورمال فيكتور. حلو، ما انا مش هقدر ريبريزنت بلين قوي، فانا اللي بعمله ايه؟ البلين ليه نورمال فيكتور واحد، خلاص هستخدم النورمال فيكتور ده عشان اعرف البلين بتاعي. طب انا عايز احسب اي نقطه على البلين، سهله قوي، انت معاك الاي والبي والسي اللي هم النورمال فيكتور، ما لازم يبقوا معاك. طيب معايا الاي والبي والسي. حلو، طيب عايز احسب الاكس والواي والزد والدي برضو. طب ايه الدي دي الاول؟ الدي ده كونستانت، كل بلين ليه كونستانت معين. الكونستانت ده بكل بساطه على فكره هو بيقول لك بس البلين ده فوق شويه بينزل ولا بيطلع، لكن هو مش بيأثر في الميلان او الانجل بتاعت البلين. حلو، لان النورمال فيكتور ثابت، هو النورمال فيكتور ديفايند ب A و B و C. تمام، امال الدي دي زي ما قلنا، الدي دي بتعرفني البلين بيتحرك لفوق او طلع لفوق او نزل لتحت. حلو، طيب فالدي دي برضو لازم تبقى معايا. يعني انت عشان تطلع ايكويشن البلين لازم يبقى اللي مش معاك هو الاكس والواي والزد. تمام، طيب حلو قوي. البلين في الفيكتور فورم سهله قوي، هو قال لك يا باشا انا عندي الار دي نفس الفكره، الار دي البوينت اللي انا عايز احسبها، او البوينت مش اللي عايز احسبها، مش شرط تبقى عايز احسبها، بس البوينت على البلين، بوينت على البلين. حلو، بنديها ابستراكت نيمينج كده، او يعني مسمى مش بنحط له رقم، اللي هو اكس وواي وزد. حلو،
مضروبه كدوت برودكت في الان اللي هو اي بي سي ايكوال دي. على فكره ده هو ده، يعني انت فك ده كده، الار اكس واي زد اعمل له دوت مع اي بي سي هيطلع لك اي اكس وبي واي وسي زي، ما عملتش اي حاجه. طيب حلو قوي. نخش بقى على اخر بارت عندنا في الرولز. معلش هي الرولز بتاعت الجزء ده طويله شويه، وزي ما قلنا هي دي يعني يعتبر من ارخم الحاجات يعتبر في الجيومتري او السوليد جيومتري، ولكن هي في الاخر المثال بتاعتها بتبقى معظمها ستريت فورورد، ما فيهاش اي افكار جديده، لان خلاص هي الرولز اوريدي معاك هتابلايها وخلاص. طيب الانجلز والديستانسز هنا بقى ركز قوي، لان هنا في حاجه مشهوره بتغلط ناس كتير. طيب خلينا نبص الاول على اول اتنين دول، 2 لاينز و2 بلينز. انا هنا بعمل ايه في ال2 لاينز؟ في الانجلز وفي الديستانسز انا مش بستعمل البوينت اللي عندي على اللاين او اللي على البلين، لا انا بستعمل الدايركشن فيكتور دايما او النورمال فيكتور بالنسبه للبلين، مش بستعمل خالص البوينت. طيب لو انا عندي 2 لاينز، انا عندي 2 دايركشن فيكتورز، هعمل ايه؟ هجيب، انا عايز الانجل ما بينهم، الانجل ما بينهم الكوزاين بتاعها ايكوال ماجنتيود الدوت برودكت. خلي بالك هنا من ماجنتيود دي او ابسوليوت فاليو، ابسوليوت الدوت مش ماجنتيود، لان انت مش هتجيب ماجنتيود لحاجه سكيلر، لكن هنا الابسوليوت فاليو للدوت برودكت على الماجنتيود بتاع الفيكتور الاولاني في الماجنتيود بتاع الفيكتور الثاني، يطلع لك كوزاين ثيتا، تعمل كوزاين انفرس تطلع لك الفاليو على طول. حلو. طيب ليه انا هنا عملت الابسوليوت؟ لان الابسوليوت فاليو هنا هتديك الاكيوت انجل او الزاويه الحاده، خلينا نسميها يعني، تدي لك الزاويه الحاده ما بين التو لاينز دول. حلو. وهو عاده لما بيسالك في المساله بيقول لك هات لي التو لاينز دول، هات لي الانجل، هو عايز الاكيوت انجل اللي ما بينهم، مش عايز الانجل الثاني. طيب التو بلينز نفس الفكره، بس بدل ما اعملها على الدايركشن فيكتورز هعملها على النورمال فيكتورز، وهنا هستعمل برضو الكوزاين. طيب لو انا عندي لاين وبلين، يعني بيقول لي هات لي الانجل ما بين لاين معين وبلين، يعني عندي بلين اهو وعندي لاين طالع كده مش نورمال. حلو. عايز الانجل دي، عايز الانجل ما بين اللاين والبلين. نفس الرول هابلايها على، هاخد الدايركشن فيكتور بتاع اللاين والنورمال فيكتور بتاع البلين، وهعمل لهم دوت برودكت واخد الابسوليوت فاليو. حلو. واقسمها على الماجنتيود الاولاني وفي ماجنتيود الثاني، بس ساعتها هساوي الكلام ده بساين الانجل، مش بكوزاين الانجل. حلو. ودي ممكن نبقى نشرح ليه في فيديو تاني، ولكن خليك عارفها كده دلوقتي. طيب افرقها ازاي او احفظها ازاي؟ بكل بساطه 2 لاينز او 2 بلينز كوزاين، خلصان. لكن لاين وبلين حاجتين مختلفين، ساين. يبقى حاجتين زي بعض، 2 لاينز او 2 بلينز كوزاين. كوزاين دي اللي هي موجوده في الدوت برودكت على فكره العادي، اللي احنا في الرول دي اصلا جايه من الدوت برودكت على فكره، يعني انت طلع دول فوق هيطلع لك الدوت برودكت، ما فيهوش اي مشكله. لكن اللاين والبلين على فكره هي جايه من الدوت برودكت برضو، بس الساين دي ظهرت لان هنا اكشلي انا بحسب اللاين او الانجل ما بين الدايركشن فيكتور والنورمال. لو انت نفترض انك ما حطيتش الساين، انت حطيت كوزاين هنا كده، انت بتحسب ما بين الدايركشن فيكتور والنورمال اللي على البلين، يبقى انت بتحسب الانجل دي، لكن انت عايز دي، فبدل ما يعني انت ممكن تحسبها بالكوزاين بس الانجل اللي تطلع تطرحها من 90. ماشي اوكي، ممكن تحلها كده، بس عشان ما تتلخبطش استخدم الساين على طول. تمام. طيب يبقى ما ننساش لاين وبلين ساين، 2 بلينز او 2 لاينز كوزاين. طيب اخر حاجه معانا او اخر حاجتين بسرعه، البوينت تو بلين. البوينت تو بلين دي بكل بساطه هي ديستانس او البيربنديكولار ديستانس او الشورتست ديستانس، يعني هو ممكن يسالك على الشورتست ديستانس او البيربنديكولار ديستانس او وات ايفر. الشورتست ديستانس هي البيربنديكولار ديستانس على فكره ما بين اي بوينت وبلين. انا عايز دلوقتي البوينت ما بين بوينت وبلين. طيب بعملها ازاي؟ الشورتست ديستانس من بوينت لبلين هتبقى ازاي؟
شايف الشكل ده ما بيفكركش بحاجه؟ ده نفس ايكويشن البلين بالظبط، بس انا هنا الاكس 0 وواي 0 وزد 0 هحط فيهم دول البوينت اللي انا عايز احسب الديستانس منها. يعني انا عندي بلين اهو، وعندي بوينت هنا باكس نود وواي نود وزد نود. تمام. طيب هعوض الاكسات والوايات هنا، اكس والواي والزي هنا، وهضربهم في الاي والبي والسي اللي هم النورمال فيكتور بتوع البلين، وهجيب الدي ده اللي هو كان الكونستانت اللي كان الناحيه الثانيه، هماينسه من هنا، واجيب الابسوليوت فاليو يعني لان انا بحسب ديستانس، وهقسم على ايه هنا؟ ماجنتيود الاي سكويرد بي سكويرد وسي سكويرد، دي على فكره ايه؟ ماجنتيود النورمال فيكتور، ماجنتيود النورمال فيكتور روت A سكويرد بلس B سكويرد بلس C سكويرد. طيب حلو قوي. الفوليوم او البارالل بايب بكل بساطه هعمل ايه؟ طيب عشان برضه نبقى متصورين، لان دي هتفرق قوي التصور بتاعها. هو ايه الاي والبي والسي؟ كلنا عارفين ان الفوليوم بتاع البارالل بايب بيجي من التريبل برودكت بتاع 3 فيكتورز. طب ايه 3 فيكتورز دول؟ انا عايزك تتخيل الاول، انا عندك فيكتور اهو، وفيكتور اهو مثلا، مش لازم يبقوا بيربنديكولار على بعض على فكره، وفيكتور اهو. حلو. ده فيكتور A وده فيكتور B وده فيكتور C. بس خلي بالك هو هنا ما ينفعش يديك بوينتس، يعني ما ينفعش يقول لك A و B و C دول بوينتس على بوينتس بيشكلوا بارالل بايب. لا، انت ال A وال B وال C دول لازم يبقوا فيكتورز، يعني لازم من الاخر لو انت عندك، تعالى نفترض بقى ان ال A وال B وال C بتوعك مش كده. نفترض ان ده A وهنا عندك بوينت اسمها B، وهنا بوينت اسمها C، وهنا بوينت اسمها D. حلو. هو مديك البوينتس مش مديك الفيكتورز. طيب بكل بساطه هتعمل ايه؟ انت محتاج فيكتور AB، محتاج تحسب AB، ومحتاج تحسب AC، ومحتاج تحسب AD. كده بقى انت معاك الفيكتور ده وده وده. وفي الحاله دي لما تيجي تحسب الفوليوم بتاع البارالل بايب هتعمل التريبل السكيلر تريبل برودكت ازاي؟ هتعمله على الفيكتورز دي اللي هي AB وAC وAD، مش هتعمله على A وB وC، مش هتعمله على A وB وC، او مش هتعمله على A وB وD، او مش هتعمله على B وC وD. لا غلط، انت المفروض تعمله على الفيكتورز اللي بتفورم او بتكونستراكت البارالل بايب ده. تمام. فدي نقطة مهمة قوي عشان ما يلعبش عليها في الامتحان. كده احنا نكون خلصنا الرولز سمري، وده يمكن اطول بارت في الجزء ده، او اطول بارت في السمري ده بتاع الجيومتري. طيب تعالوا ناخد كده اكزامبلز السريعة. قبل ما ناخد اكزامبلز، هنا هتلاقي عندك نفس الرول بورد، بس انا سايبها لك فاضيه عشان انت بنفسك تخش تملاها. من فضلك بالذات في الجيومتري، من فضلك بالذات في الجيومتري، ارجوك ادخل املاها، اطبع الورقه واملاها، املاها في ورقه خارجيه، بس انا سايبها لك اهي بيج فاضيه، الرولز مش موجوده. من فضلك كملها، ضروريه جدا، وبالذات في الجيومتري، لان الجيومتري اساسه او يعني اكتر حاجه يعني تشالنجينج فيه الرولز، لان هي كتيره وممكن تلخبط، وفي كوزاينز وفي ساينز وفي حاجات كتير. جرب بنفسك واحتمال كبير قوي تلاقي نفسك ناسي حاجه، احتمال كبير قوي تلاقي نفسك ناسي حاجه، فاعرف انك ناسيها دلوقتي احسن ما تعرف انك ناسيها في الامتحان. فمن فضلك املا البورد دي. طيب تعالوا ناخد الاكزامبل. قبل الاكزامبل كمان برضو انا هنا بقول لك بقى الترابس المشهوره اللي الناس بتغلط فيها. انا مش حاطط لك يعني مش حاطط لك حاجات كتير عشان نركز على دول، ولكن انت بنفسك هتعرف الترابس بتاعتك، واكيد على مدار السنه عارف ايه الترابس وايه الحاجات اللي انت بتغلط فيها. فمن فضلك الحاجات اللي انت بتغلط فيها ركز عليها في الامتحان، وركز عليها بنفس الطريقه اللي انا هقول لك تركز بيها على الترابس دي. بمعنى دلوقتي مثلا تراب من الترابس المشهوره انك تلخبط ما بين انهي برودكت اللي بيطلع زيرو. يعني لو انا عندي فيكتور A وفيكتور B، الفيكتورز دول بيربنديكولار على بعض، هو مديهاني في المساله بيربنديكولار، هعمل الكروس برودكت بزيرو ولا هعمل الدوت برودكت بزيرو؟ لا، الدوت برودكت بتاع البيربنديكولار هو اللي بزيرو.
والكروس برودكت بتاع الباراليل هو اللي بزيرو. تمام. فمثلا انا حاجه زي دي بتلخبط فيها، فلا هركز دلوقتي احفظها كويس قوي، احفظها كويس قوي، وبعدين اجي في الامتحان حليت المساله وخلصت ارجع تاني اراجعها واتشيك على النقطه دي. هو كان قايل لي ايه؟ قايل لي بيربنديكولار، يبقى استعمل دوت برودكت. انا استعملت الدوت برودكت تحت، استعملته، يبقى انا زي الفل. طيب قال لي باراليل وانا استعملت الدوت برودكت، لا يبقى انا كده عملت حاجه غلط، ارجع احل المساله تاني. فانك تدبل تشيك على الحاجه اللي انت متاكد انك بتغلط فيها، او اللي انت بلاش متاكد انك وارد تغلط فيها. طيب دي اول نقطه. طيب حاجه كمان تفكرك، وهي ان الكروس برودكت لو فاكر، ودي حلوه قوي ممكن تفكرك. كروس برودكت احنا قلنا هو بيساوي الاريا، الهاف بتاعه بيساوي الاريا بتاعه التراينجل، ولو انت عملت من غير الهاف هيبقى بتساوي الاريا بتاعه متوازي الاضلاع، مش عارف اسمه ايه بالانجلش. anyway باراليلوجرام افتكرت. طيب المهم الكروس برودكت قلنا بيجيب الاريا. طب لو انت عندك تو لاينز باراليل لبعض وعملت كروس برودكت، حلو، انت عاده الكروس برودكت ما بين تو فيكتورز اهو، لو انت عملت كروس برودكت هيجيب لك الاريا بتاعه الباراليلوجرام اللي هي دي، ولو عملت الهاف بتاعها هتجيب لك اريا التراينجل ده. طيب لو انت عندك اصلا دول باراليل لبعض مفيش اريا اصلا هتتكون. اعمل لي كده باراليلوجرام، مش هتعرف، مش هتعرف، وبالتالي الاريا بتاعته بزيرو، كانهم اعتبرهم منطبقين على بعض. هل هيعملوا اريا؟ لا، الاريا بتاعتهم بزيرو. يبقى الباراليل لما اعمل له كروس برودكت هيطلع لي اريا بزيرو، يبقى الباراليل هستعمل كروس برودكت. طيب والعكس اللي هو دوت برودكت. طيب فهنا مثلا انا بحاول اقول لك تريكايه ازاي تفتكر انهي اللي بيطلع زيرو. فحاول تتعامل بقى، شوف غلطاتك ايه، وشوف ايه اكتر حاجات المشهوره اللي انت بتقع فيها، وحاول تتشقلب وتطلع طريقه تفتكر بيها الحاجه اللي انت بتنساها او الحاجه اللي انت بتغلط فيها، حاجه تميز لك المشكله اللي عندك. طيب نخش على تاني حته، الانجل ما بين تو بلينز والانجل ما بين لاين وبلين، او الانجل ما بين تو بلينز او تو لاينز والانجل ما بين لاين وبلين. زي ما قلتها ووضحتها لك قبل كده، التو بلينز حاجتين زي بعض هستعمل كوزاين، لاين وبلين هستعمل ساين. تو بلينز كوزاين، او تو لاينز برضو ساين، تو لاينز برضو ساين. طيب لاين وبلين سوري، تو بلينز او تو لاينز تبقى كوزاين، لاين وبلين ساين. تمام. طيب وزي ما قلت ان اللاين والبلين انت هنا اكشلي بتحسب الزاويه ما بين اللاين والبربنديكولار على البلين، فانت لو حسبتها كوزاين كده انت جبت اللي ما بين اللاين والبربنديكولار على البلين. طب انت عايز ما بين اللاين والبلين نفسه، انت هتحتاج الكومبلمنتري انجل او الزاويه المتممه يعني. فبدل ما تحسبها وتطرحها من 90 انا بقول لك ابلاي الساين على طول، عشان انت ممكن تنسى الخطوه دي. تمام. طيب اخر حاجه الابسوليوت فاليو في الفوليوم وانت بتحسب الفوليوم بتاع الباراليل بايبت. والغلطه الثانيه اللي انا بقول لك عليها المشهوره انك تحسب عند بوينتس للباراليل بايبت، ما تحسبش عند الفيكتورز اللي بيكونوا الباراليل بايبتس. فانت هنا محتاج الاي والبي والسي تتاكد ان هم دول الفيكتورز اللي بيعملوا الباراليل بايبت اصلا. ده اول حاجه. تاني حاجه تطلع الابسوليوت فاليو. ليه؟ لانه وده سؤال جه في النماذج الاسترشاديه، انك وانت بتطلع هو بيقول لك، هو بيديك الفوليوم وبيقول لك بقى احسب لي فاليو معينه من الاي والبي والسي. الفاليو دي تنفع تطلع بكذا فاليو، لان انت لو طلعت بفاليو دي او دي، واحده هتطلع بوزيتيف وواحده هتطلع نيجاتيف، والابسوليوت هيطير النيجاتيف فهتطلع لك بوزيتيف اللي هي الفوليوم. فاتاكد قوي انك وانت بتابلاي الرول عموما، سواء انت هتحسب الفوليوم او هو مديك الفوليوم، ما تنساش الابسوليوت فاليو. تمام. دايما اكتب الابسوليوت فاليو جنب السكيلر تريبل برودكت قبل ما قبل ما تفتح صدرك وتخش تعمل لي A دوت B كروس C. لا، قبلها على طول اعمل الابسوليوت فاليو. اول حاجه تعملها فوليوم، افتح ابسوليوت فاليو وبعدين حط اللي جوه اللي انت عايزه. تمام جدا. طيب دي الحاجات او الغلطات المشهوره، ومش هعيد تاني. الغلطه اللي انت بتغلط فيها ارجوك حاول تشوف طريقه عشان تفكر نفسك بيها وتعرف تراجعها. طيب هنا اكزامبل بسيط.
برضه هو مش اكزامبل صعب خالص، ولكنه بيستعمل كل الرولز عشان نرفرش كده ونفهم مع بعض الرولز بتطبق ازاي. طيب تعالوا نبص مع بعض. احنا هنا بيقول لك مديك 3 بوينتس مش فيكتورز، بوينتس. هي البوينتس طبعا فيكتور من الاوريجن، بس انا قصدي اقول مش فيكتور ما بين 2 بوينتس مثلا. حلو. طيب anyway يعني البوينتس دي A و B و C. طيب هو عايز يقول لك هات لي AB كروس AC. حلو. عشان اجيب AB الرول دي ما اتكلمناش عنها لان هي رول بيزك قوي المفروض كلنا عارفينها، ولكن نعيدها تاني ونقولها سريعا. AB هي ايكوال فيكتور B ماينس فيكتور A. بكل بساطه بتاخد التاني تبدا B وبعدين تعمل ماينس الاولاني. نفس الكلام AC هبدا بالتاني وماينس الاولاني. طيب حسبتها طبعا باخد الجزء الاولاني هنا، يعني مثلا B انا عندي ب 3 تبقى 3 ماينس 1. حلو. التاني 0 ماينس 2 وبعدين 1 ماينس 3. حلو. فانا باخد كل كومبوننت مع الكومبوننت بتاعه. زي ما قلنا احنا الاوبريشنز على الفيكتور بنعملها على الكومبوننتس. طيب حلو قوي. مش عايزين نطول في الحته دي. طيب حسبنا الاي بي وحسبنا الاي سي. جميل جدا. هات لي بقى الكروس بتاعهم. افتح ديترمينانت اي جي كي. زي ما قلنا الترتيب مهم. الاي بي هنا لازم هي اللي احطها الاول، لازم هي اللي احطها الاول، واي سي هي اللي احطها التاني، اللي هي تاني واحده هنا هي اللي تتحط هنا وهنا دي، واول واحده هي اللي تتحط الاول. طيب عملت الكروس برودكت. طبعا هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، الاي جنبها هنا بوزيتيف، الجي جنبها نيجاتيف، والكي جنبها بوزيتيف. طبعا احنا عارفين عند الاي بكنسل دول، بضرب نيجاتيف 2 في نيجاتيف 3 هنا وهنا. بعمل ماينس 2 في نيجاتيف 2 اللي هي ماينس 2 في نيجاتيف 2. طيب بابلاي الكلام ده على كله. عارفين طبعا فكه الديترمينانت مش محتاجين نعيدها تاني. هابلايها يطلع معايا 10 و4 و6. جميل جدا. طيب هو طالب مني ايه بعدها؟ انا جبت الكروس برودكت، ده اول طلب. وخلي بالك ملحوظه مهمه جدا، ده بيربنديكولار على AB وبيربنديكولار على AC. احنا قلنا كروس برودكت بيطلع فيكتور جديد، الفيكتور ده بيبقى بيربنديكولار على التو فيكتورز الاساسيين او اللي انا دخلوا في الكروس برودكت معايا. طيب الاريا بتاعت التراينجل سهله قوي. الاريا بتاعت التراينجل عشان احسبها هي هاف الماجنتيود بتاع الكروس برودكت. طيب انا اوريدي عملت الكروس برودكت، هو كان طالبه مني، فخلاص انا ابلاي الماجنتيود بتاع الريزلت على طول. ماجنتيود 10 سكويرد و4 سكويرد و6 سكويرد يطلع معايا بالرقم ده. الاريا هي نص الرقم ده. حلو. فانا هنا طيرت الاثنين. ما انساش لو قال لي اريا بتاع التراينجل اجيب هاف الماجنتيود بتاع الكروس برودكت. طيب نقطة مهمة قوي، هو هنا بيقول لك هات لي الاريا اوف اي بي سي. حلو. نفترض ان ده A، ادي A B C، وهو هنا مديلك الاي والبي والسي. حلو. احنا قلنا الاريا بتاعت التراينجل هي الكروس برودكت. طب هل ينفع اعمل كروس برودكت ما بين A و C؟ يعني اعمل A كروس C؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان الاي دي ده يعتبر فيرتكس، لا يعتبر فيكتور. انا عايز اعمل كروس برودكت ما بين تو فيكتورز اللي بيكونوا التراينجل. نفس الفكره بتاعت البارallel بايب، اللي يبقى لازم اجيب AB واجيب AC واعمل لهم كروس، او اجيب BA وBC واعمل لهم كروس. حلو. ما ينفعش اجيب كروس برودكت للفيرتيسيز نفسهم، او الاي نفسها والبي نفسها والسي نفسها، الا لو هو اصلا كان مسمي لك الفيكتور ده A. اوكي ماشي، دي قصه مختلفه. لكن هنا من الاخر بغض النظر عن التسميات انت لازم تعمل كروس برودكت للفيكتورز اللي بيكونوا اصلا التراينجل. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. يعني عشان كده انا هنا لما جيت احسب الاريا بتاعت التراينجل اي بي سي خدت كروس برودكت ما بين الاي بي والاي سي، ما خدتش ما بين الاي والبي او الاي والسي. تمام. طيب تالت حاجه طالبها مني هي الايكويشن اوف ذا بلين ثرو اي بي سي، الايكويشن بتاعت البلين. طيب انا الايكويشن بتاعت البلين لو فاكرين احنا كان عندنا تو فورمز والاثنين كانوا زي بعض. انا بحتاج حاجتين، بحتاج الدي اللي هو الكونستنت، والاهم بقى وقبل الدي اللي هو النورمال فيكتور بتاع البلين. طيب هل انا عندي
اي فيكتور نورمال على البلين بتاع التراينجل؟ سؤال حلو قوي. هل انا عندي؟ اقول لك انا اوريدي حسبته. ليه؟ انا عايز حاجه نورمال، وانا اوريدي كروس برودكت اللي فوق ده طلع لي فيكتور. الفيكتور ده احنا قلنا هو نورمال على اي بي ونورمال على اي سي، يبقى هو نورمال على الاثنين، وبالتالي والاثنين دول هما اللي بيكونوا التراينجل بتاعي. فانا كده عندي نورمال فيكتور على البلين بتاع التراينجل. حلو. هو بيقول لك، ما قالكش حتى بتاع التراينجل، قال لك equation of the plane through A B C. انت كده طلعت حاجه بيربنديكولار على A و B و C. طيب يبقى انت معاك النورمال فيكتور اوريدي، محتاجين قلنا الدي اللي هو الكونستنت. طب الدي احسبها ازاي؟ الدي بحسبها ان يبقى معايا بوينت على البلين. طيب البوينت على البلين عادي، ده احنا مش عندي بوينت ولا اتنين، ده انا عندي 3 A و B و C. استعمل زي اي واحده انت تحبها، استعمل A. طيب هعمل ايه بقى؟ هابلاي الرول دي. الرول دي بتقول ايه؟ الرول دي بتقول لي هات لي النورمال فيكتور. حلو. اللي هو النورمال فيكتور اللي هو n اللي هو 10 و4 و6. هات لي ال 10 هنا، 4 هنا، وال6 هنا. بعدين افتح قوس جنب كل واحده، اعمل x ماينس البوينت، x ماينس البوينت، x ماينس 1، وهنا y ماينس 2، وهنا z ماينس 3. حلو. طيب فك الاقواس دي، هيطلع لك 10x هنا، 4y و6z، ويودي الكونستانتس كلها الناحيه الثانيه تطلع ب 36. وبعدين انا عندي 10 و4 و6، وهنا عندي 36. اقدر اقسم الايكويشن كلها على 2. عايز تسيبها زي ما هي سيبها زي ما هي، بس يعني يفضل تبسطها على قد ما تقدر. يطلع معاك الايكويشن بتاعت البلين اهي. ادي معاك النورمال فيكتور 5 2 3، وهنا عندك الكونستانت 18. هتقول لي يا مستر طب كان النورمال فيكتور كان 10 و4 و6. هقول لك ده فيكتور وده فيكتور، هما نفس الدايركشن، ولكن الفرق ان ده مضروب في 2. يعني بدل ما هو نورمال فيكتور عامل كده، لا هو نورمال فيكتور عامل كده. هل هتفرق معايا في اي حاجه؟ مش هتفرق معايا في اي حاجه، سواء دي او دي. حلو. المهم الدايركشن بتاع الفيكتور، مش مهم الارقام في حد ذاتها، المهم الدايركشن بتاع الفيكتور. طيب اخر حاجه طالب منك الديستانس من بوينت معينه اللي هي دي 111 تو ذيس بلين. طيب بكل بساطه الرول اللي احنا قلناها هابلاي، هجيب النورمال فيكتور بتاعي اللي هو هنا، هابلاي بقى. عايز تابلاي 5 2 3 ماشي، عايز تابلاي 10 4 6 ماشي، مش هتفرق. طيب بس المهم حاجه معينه، ان انت لو استخدمت هنا ال 5 2 3 تستعمل ال 18 لما تعمل ماينس دي هنا، استعملت ال 10 4 6 تستعمل ال 36 لما تابلاي دي هنا، ونفس الكلام تحت تابلايهم دايما هم يعني ابلايت 5 2 3 فوق تابلاي هي تحت. ما تعملش فوق 5 2 3 وتعمل تحت 10 4 6 وتقول لي المستر قال ان هي لا، مش هي في الايكويشن بتاعه البلين. البلين هو نفس البلين. النورمال فيكتور هما 2 فيكتورز مختلفين، ولكن الاثنين نورمال، فالاثنين يصلحوا انك تطلع بيهم ايكويشن البلين، ولكن هما مش نفس الفيكتورز، فما ينفعش تستعمل هنا حاجه وهنا حاجه. لو انت وقفت هنا مثلا في الامتحان ما خدتش بالي والله ان انا ممكن اديفايد على 2 وابسط الايكويشن وتطلع معايا كده، اوكي مفيش اي مشكله، ابلاي الفاليوز اللي عندك هنا، لكن ما تبسطهاش في ناحيه وتاخد فاليوز من هنا وفاليوز من هنا وتروح في يلا. تمام. هنابلاي بقى الرول، الدنيا سهله ولذيذه. حلو. ابلاينا الرول، طلع معانا الديستنس اهي، يونت ديستنس، لانه مش مدينا يونتس فهنسميها يونت ديستنس وخلاص كده. يبقى الاكزامبل خلص. لمسنا في رولز كتير. الدور عليك يا باشا، دورك دلوقتي او دورك دلوقتي. مساله مشابهه جدا، من فضلك حلها. هي بسيطه زي ما قلنا، هي مش صعبه، ولكن هي هتمشي ايدك في كل الرولز وتخليك تشوف غلطاتك وانت ماشي. ايه الغلطات اللي انت ممكن تقع فيها؟ وزي ما قلت اكتشف غلطاتك، حاول تصلحها وتتعامل معاها من دلوقتي احسن ما تتعامل معاها في الامتحان. اخر سيكشن معانا وهو سبوت ذا ميستيك. واللي ما يعرفش السيكشن ده، في السيكشن ده انا بديك بروبلمز والحل بتاعها. يعني لاول مره هتشوف الموضوع ده، انا بديك بروبلمز والحل بتاعها، وبقول لك معلش ممكن تشتغل معايا كمصحح وتقول لي الحل ده صح ولا مش صح. الحل ده صح يا باشا زي الفل، الحل ده غلط قول لي الغلط فين وصلحه. ده الفرق بقى، ان انت مش المصحح بيقول غلط ويمشي، لا انا عايزك تشوف الغلط فين وتصلحه. نقطة كمان مهمة، مش بالضرورة يبقى فيه حاجة غلط، ممكن المسألة السوليوشن بتاعها يبقى صحيح عادي جدا.
ليه بقى؟ ليه انا بعمل كده؟ انا من الاخر بمرنك على حاجه مهمه جدا، ان انت في الامتحان وانت بتراجع لنفسك انا عايزك تتشيك اجابتك وتشوف هو انا حالل صح ولا لا، لانك ممكن تبقى حالل صح. فانا هنا لو قلت لك كل المسائل فيها غلطات هتقعد تفعص في المساله لحد ما تطلع غلطه، لكن هنا انا عايزك لا، انا عايزك تبص عليها كويس قوي وتشوف هل فعلا في غلطه ولا لا، لانك ممكن لو انت داخل بعقليه انه انا مش عايز او انا عايز اطلع غلطه، هتطلع نفسك غلطه مع ان اجابتك ممكن تبقى صح، هتطلع غلطه تفتعلها انت حضرتك وتروح مغير اجابتك الصح الاجابه غلط. فانا مش عايزك تعمل كده، انا عايزك تبص على اجابتك وتشوف هل هي صح تمام، مش صح شوف الغلطه فين. طيب هنا مثلا هديك اكزامبل على ده، سؤال عبيط قوي بيقول لك A 1 2 3 B 4 5 6 هات لي A كروس B. طيب هو هنا عمل A كروس B، راح راصص الحاجات مظبوط، حط ال A الاول 1 2 3 وحط ال B الثانيه 4 5 6 وجي يحسب الاي اهي نزلت وعمل 2 في 6 اهي، وهنا ماينس 3 في 5 تمام. الجي اهي الغلط، الجي هنا الساين بتاعتها بوزيتيف، واحنا بنفك الديترمينانت لازم بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، فهو هنا عمل دي بوزيتيف بس، فبالتالي طيرت له، يعني شوف غلطه بسيطه طيرت لك الدرجه. هنا يطلع لك نيجاتيف 6 بدل ما هي المفروض تبقى 6، فهو هنا اختار سي مع ان الاجابه السي دي غلط، هو المفروض يختار نفس الإجابة ولكن النيجاتيف 6 هتبقى 6 اللي هي ايه، فدي الإجابة الصح. طيب هتلاقي بقى مسائل تانية بروبلم 2 بروبلم 3، هتلاقي 5 مسائل على التوبيك ده فيهم نفس الفكرة، السوليوشن موجود وبقول لك لو سمحت طلع لي هل في مشكلة ولا لا. وهنا في بعد البروبلمز ما تخلص هتلاقي بقى الإجابة، هيقول لك هو الأولانية كان فيها غلط زي ما احنا شفنا، أو الجي كومبوننت هذا رونج ساين زي ما احنا قلنا، فلازم نحط ماينس ساين في الجي، فطلع لك الكروس يطلع لك بالشكل الفلاني دي ب 6، فالاجابه الصح المفروض تبقى نمبر ايه. تمام، يبقى انا كده خلصت، عرفت المشكله فين. تاني واحده الاجابه كانت صح اصلا، وهكذا. حلو، بس ده الجزء ده من فضلك ما تهملوش، ومن فضلك اعمل جزء سبوت ذا ميستيك ده مهم جدا جدا جدا. طيب اخر حاجه 3 سكند سيلف تشيك بحطها لك كده في كل توبيك، من الاخر بقول لك في كام حاجه كده مش هاخد منك 3 ثواني شيك عليها بعد ما تحل المساله. طيب انا استعملت الدوت برودكت ولا كروس، وهل صح ولا لا؟ هل استعملت برودكت صح بيربنديكولار مع الدوت والكروس مع الباراليل عشان اسويهم بزيرو يعني. طيب هل انا استعملت في الاريا الكروس ولا الدوت؟ طب هل انا حطيت الهاف ولا لا؟ فالجزء بتاع الدوت والكروس برودكت من فضلك دبل تشيك عليه تاني. الاريا والفوليوم استعملت كروس، طبعا الفوليوم اللي هو التريبل برودكت يعني. الدوت استعملتها في الانجل وانا بعمل بروجيكشن استعملت الدوت ولا الكروس، وهكذا. طيب الانجل فورمولا، هل انا استعملت الساين ولا الكوزاين؟ لاين بلين بستعمل ساين، لو انا اجيب الانجل ما بين لاين وبلين، لو عندي تو بلينز او تو لاينز بستعمل الكوزاين. طيب لو لخبطتهم هيديك انجل غلط تماما يعني، وهتبان لك صح لان هي كومبلمنتري انجل، يعني انت لو هي المفروض تطلع 30 تطلع 60، فمش هتحس ان في فرق كبير، او يعني مش ممكن ما تلقطش ان في حاجه غلط. طيب الفوليوم، هل انا خدت الابسوليوت فاليو؟ هل انا لما جيت اعمل في ايكوال عملت ابسوليوت فاليو ولا نسيت الابسوليوت فاليو؟ فالثلاث حاجات دول في مسائل الجيومتري من فضلك شيك عليهم. الدوت والكروس انا استعملت الرول الصح ولا لا؟ الفورمولا لو عايز اجيب الانجل ما بين حاجتين هل استعملت الساين ولا الكوزاين؟ الفوليوم هل حطيت الابسوليوت ولا لا؟ دول ثلاث حاجات شيك عليهم. بس كده نبقى خلصنا ريفيجن سريع على الجيومتري. طبعا انا مش مكفر كل المسائل والافكار والكلام ده كله، انا بس هنا بعمل ريكاب على الرولز. عايز بقى افكار ومسائل هتلاقيني كل يوم من الثلاث ليالي الامتحان بنزل لك فيديو لايف في امتحان. عايزك تخش في اوضه لوحدك تقعد لمده ساعتين، هتلاقي في كاونتر شغال في اللايف بيقول لك انا وصلت لحد فين. عايز تخش الحمام خش الحمام، بس ده يتحسب من وقت الساعتين. عايزك تقعد تختبر نفسك وانت في الامتحان وتشوف هل انت تعرف تدير الامتحان ولا لا. عايز باقي السمريز لباقي التوبكس بتاعت البيور ماس، ادخل على جروب التليجرام اللي انا سايب لك الكيو ار كود بتاعه هنا واللينك بتاعه هنا كمان. لو عايز البي دي اف ده او عايز الشرح او الفيديوز بتاعت الفيديو ده او التوبكس الثانيه هتلاقيهم كلهم على جروب التليجرام اللي انا سايب لك الكيو ار كود بتاعه هنا، ادخل عليه وهتلاقي كمان اللينكات بتاعت اللايف اكزامز او الموك اكزامز. ربنا معاكم يا شباب، وان شاء الله
تكونوا فهمتوا، ولو احتجتوا اي سؤال او اي حاجة ابعتولي على نفس جروب التليجرام. ربنا معاكم.